اليوم غادي نعاود لكم القصة ديالي. مرحبا بكم في قناتي مقال الحكايات. غادي تغير فيكم شي حاجة اكيد. في واحد النهار وانا ناعسة حطيت يدي على قلبي كنخمم وكنفكر واش هكذا غادي تبقى حياتي ديما، واش انا غادي نبقى غير كل ليلة هكذا كل نهار طلع هبط في الفيسبوك والانستغرام، ما غادي ندير حتى حاجة في حياتي؟ واش هكذا غادي تبقى حياتي غير كنفكر وكيبقى فيا الحال كل ليلة كيوقع لي هكذا؟ ومن بعد هذيك الليلة اللي فكرت فيها وهدرت مع راسي مزيان، فقت الصباح وخرجت باش نتقدى شي حوايج. بالصدفة تلاقيت واحد الصديقة ديالي في ايام الليسي، شافتني وقالت لي يا فاطمة، كنت كتعيط ليا وانا كنت ساهيه، عيطت ليا شحال من مره عاد سمعتها. قلت لي يا وفينا فاطمه كي دايره لاباس عليك؟ واش هاد الغبور ما بقيتش كنشوفك؟ قالت لي وغير مع الوقت وصافي. قالت لي تبدلتي بزاف، ماشي هكذا كنتي، مالكي؟ واش بك شي حاجه؟ واش عندك شي مشكل؟ كيبانوا لي عينيك فيهم شي حزن. حاولت نبتسم ديك الضحكه الصفراء ولكن، وقالت لي الحياه ما خلاتش ليا بزاف ديال الاختيارات. جلست معايا وقالت لي قولي لي الصراحه شنو واقع ليك؟ سكت واحد اللحظه وانا كنخمم واش نقول ليها شنو ولا ما نقولش ليها. من بعد ما حسيتش براسي حتى بقيت كنقول ليها كل شيء وخويت عليها قلبي. راني حاسه براسي ضايعه، ما عندي حتى هدف، كنشوف الناس كاملين كيتقدموا انا باقيه في بلاصتي، حتى حاجه ما تبدلت في حياتي. قطعتني الايمان وقالت لي المشكل ماشي في التقدم، المشكل انك حابسه راسك، انت ماشي ضعيفه، غير كتخيبي راسك وكتحكري راسك. ونت وانا معصبه وقلت ليها سهله عندك غير الهضره، يسحب لك هادشي ساهل، انتي ماشي في بلاصتي باش تعرفي شنو بيا وباش تحسي بيا. جاوبتني بهدوء بصح عندك الصح، ولكن حتى انا راني كنت بحالك واحد الوقيته، ولكن الفرق هو انني انا قررت نبدل وانتي باقيه خايفه وباقه في بلاصتك، عمرك ما غادي تبدلي لو بغيتي هكذا. الهضره اللي قالت لي صراحه طرات فيا ديك الكلمه كتعاود، وانتي باقيه في بلاصتك وانتي خايفه، الا بقيتي خايفه هكذا ما غادي ديري حتى حاجه في حياتك. هاد الكلمه هذه بالضبط اثرت فيا، بقيت كنفكر فيها بزاف. من بعد واحد الايام شفت واحد الاعلان صغير على ورشه ديال تطوير الذات، قلت مع راسي علاش اللي ما نجربش، شنو غادي نخسر؟ دخلت القاعه كانوا الناس جالسين وانا كنشوف تما. واحد شويه دخلت المدربه ناديه بثقه كبيره، بدات كتكلم وكتهضر. قالت لهم اليوم ما غاديش نهضروا على النجاح، غادي نهضروا على الخوف. قالت شكون فيكم كيحلم؟ قالت لينا شكون فيكم كيحلم؟ وانا بقيت ساكته ويدي ما تحركوش، ولكن القلب ديالي كان كيضرب بسرعه. الناديه قربت لعندي بحال حست بيا، قالت لي انتي شنو الحلم ديالك؟ تلعثمت وما عرفت ما نقول ليها. بقيت ساكته واحد المده وانا نقول ليها انا بغيت نكون شي حاجه كبيره، ولكن قطعتني وقالت لي ولكن شنو؟ قلت لها ولكن ما كنامنش براسي. سكتت شويه من بعد قالت قدام الجميع، قدام كل شيء، اختار كذبه كيقولها الانسان لراسو هي انه ما يستاهلش. حسيت بشي حاجه الداخل ديالي كتهرس. رجعت للدار وتلاقيت بسلمى بنت الجيران. قالت لي سمعت باللي مشيتي لشي ورشه، واش بديتي تولي طموحه؟ وهاد سلمى هادي كانت ديما كتحقرني وكتقلل مني،
وكتستفزني حيت هي خدامة وحققت ذاتها وحققت الحلم ديالها. ملي قالت لي واش بديتي تولي طموحة حسيت بشوية ديال الاستفزاز. علاش ما عنديش الحق؟ واش ما عنديش الحق حتى انا نحلم ونحقق الحلم ديالي؟ ضحكات قالت لي لا عندك الحق، ولكن خاصك تعرفي ان الطريق ماشي سهله. قربت لحداها وقلت ليها واش انت يا عمرك خفتي؟ واش عمرك فشلتي؟ واش عمرك طحتي؟ سلمى سكتات. من بعد قالت بصراحه كل نهار كنخاف، الفرق انني كنخدم رغم الخوف. من بعد واحد الشهور خدمت على واحد المشروع صغير تعذبت فيه بزاف، ولكن جات واحد اللحظه اللي فشل داكشي اللي درت وتحطمت وتهرست وقلت مع راسي هادشي اللي كنت خايفه منه وقع عليا. كنت عارفه انني ما غادي ندير حتى شي حاجه، وبقيت كنضرب في راسي والدموع كينزلوا ليا في عينيا. سمعت التليفون كيصوني وانا نهز ولقيت ايمان كتصوني عليا. جاوبتها بصوت ضعيف وقلت لها كلشي سهله، فشلت، داكشي كله مشى في الزيرو. قالت لي فين كي دابا؟ اجي لعندي نهضر معاك. مشيت لعندها وقالت لي واش هذه اول مره تفشلي؟ قلت لي لا، ولكن هذه وجعتني بزاف. ضحكت وقالت لي مزيان. وانا استغربت باللي شفتها كضحك. شنو اللي مزيان؟ قالت لي ايوا واخا، حيت هذه اول مره كتحطمي على قبل حلم حقيقي. قبل كنتي كتستسلمي بلا ما تحاولي. وقفت قدام المرايه وعينيا كانوا حمر بكثرة البكا ولكن فيهم شرارة جديدة. وقلت لراسي انا ماشي الفشل، انا اللي غادي نوقف من بعده. مشيت وعاود بديت من الاول، بديت من الزيرو، ولكن هاد المره بعقليه مختلفه. ماشي خوف من الفشل ولكن رغبه في التعلم. سلمى اللي كانت كتحطمني كانت كتنقص مني ولات كتعاونني، وإيمان اللي كانت السند ديالي صراحة كنشكرها بزاف حيت عاوناتني وشجعتني وكان ليها تأثير كبير عليا. من بعد شهور كنت واقفة قدام الناس كنشارك القصة ديالي. شنو هي الحاجة اللي كانت صعيبة عليك؟ ضحكت وقلت ليها أن الحاجة اللي كانت صعيبة عليا هي أنني نصدق أنني نستاهل ننجح. من بعد اللقاء جات عندك بنت صغيرة، جات لعندي واحد البنت وقالت لي بغيت نكون بحالك. قلت ليها لا، ما تكونيش بحالي، كوني حسن مني. رجعت للدار لنفس الغرفة نفس البلاصة، ولكن هاد المرة ماشي نفس الإنسان. بقيت كنشوف في السماء وقلت شكرا يا ربي حيت ما خليتينيش نستسلم. شكرا حيت وقفتي معايا. هذه هي القصة ديالي، وبغيتكم نتوما اللي كتسمعوني انكم تستفدوا من هذا الشيء هذا وعمركم ما تفشلوا، وتعتبروش الفشل نهاية الحياة ونهاية الحلم. إلا فشلتي وطحتي خصك تنوض وتكافح وما تفشلش، حيت اللي بغى ينجح خاصو التكرار وما يستسلمش.